السلام عليكم ورحمه الله. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده ان شاء الله هنعمل مع بعض وراك كده مشويه في الفرن، مشويه عادي خالص في الفرن، تتبيله حلوه وسهله وموجوده ان شاء الله ومتوفره في كل بيت. انا جبت هنا الوراك غسلتها ونقعتها في ليمون وملح وسكر، معلقتين سكر بيخلوا الفراخ حلوه ونضيفه وبيسحبوا كل الدم اللي فيها وبتبقى طعمها حلو ومستويه كده تمام. يبقى انا غسلتها بليمون وملح وسكر ودقيق تمام. وبعد كده غسلتهم وشطفتهم، بس طبعا نقعتهم فتره كتير. انا بحب انقع الفراخ قوي يعني بتاع، لو عايزه اقولك لو 5 ساعات انا ما عنديش مشكله، ممكن اليوم كله كمان، وطالما في التلاجة محصلهاش حاجه تمام. معايا هنا التتبيله، معايا بصل فلفل طماطم، معايا هنا بهارات شوي فراخ، فلفل اسمر، كزبره ناشفه، ملح، زيت، خل. انا استبدل الخل بالزيت بالليمون عشان انا ما عنديش، عشان انا حاليا الليمون خلصان تمام. انا هجيب الكبه بتاعتي، بسم الله الرحمن الرحيم، وهبدا اقطع البصل ومسكت الفراخ بتاعتي شرحتها خالص وعملت فيها فتحات كده عشان التتبيله تدخل جواها ويبقى طعمها حلو وتبقى شاربه من التتبيله كويس تمام. كده قطعت البصل بتاعي، هقطع الطماطم، بسم الله الرحمن الرحيم، وقطعت الطماطم. معايا هنا ده قرن فلفل حامي اهو، ودول باردين هحطهم. هبدا انزل هنا بقى بمعلقه صغيره فلفل اسود، معلقه كبيره من بهارات شوي الفراخ، معانا كزبره ناشفه معلقه صغيره برضو، وهحط هنا ملح. انا طبعا هحط ملح بايدي تمام. هحط حوالي كده معلقه كبيره ملح اهو، انا مبعرفش اظبط الملح الا كده تمام. وهحط هنا معلقه خل، وهحط بتاع معلقتين زيت، بس كده. هنضرب الكلام ده كله مع بعض ونرجع تاني. خلاص كده فرمت التتبيله، شايفين جمالها؟ اقسم بالله تحفه. انا كنت بعمل نفس التتبيله ديت في المحل بتاعي، كنت بشوي فيه فراخ على الفحم، اقسم بالله كانت عاجبه كل الناس. يعني عايز اقول لك كل اللي جربها عجبته، فجربوها ومش هتندموا تمام. جبت هجيبنا الفراخ بتاعتي ودي الصينيه. هبدا بقى اجيب الوراك بتاعتي زي ما انا قلت لكم، انا فتحتها اهو فتحات اهيت اهو، وهبدا اتبل الفراخ بتاعتي. بسم الله، اخد التتبيله كده وبايدي برضو، عشان يا جماعه محدش يقول لي انت بتعملي بايدك، انا بعمل لبيتي ولعيالي تمام. هنظبط بقى كل الفرخ الوراك كده اهو، وندخل جوه الفتحات اللي احنا عملناها، واقلب الفرخه برضو، واحاول ادخل برضو في الفتحات اللي ورا. انا عايزه التتبيله تدخل جوه كل حته في الفرخ تمام اهو ماشي. نعمل التاني، بسم الله الرحمن الرحيم اهو. اهم حاجه طبعا تغسلي فراخك كويس، تبقى ريحتها حلوه، مبقاش فيها زفاره، الحاجه تطلع معاكي زي الفل. والتتبيله ديت اعتمدوها بجد والله تعجبكم قوي. انا كانت عاجبه الناس كلها، كل اللي كانوا بياكلوا الفراخ مشويه من عندي كانت عاجبه الحمد لله اهو. وبايدك كده حاولي تدخلي التتبيله جوه كل قطعه في الفرخ، بس كده. هكمل بقى باقي الفراخ ونرجع. خلاص كده رجعت تاني بعد ما خلاص تبلت كل الفراخ بتاعتي، وحطيت من التتبيله كده تحت الفراخ، وحشيت الفراخ وحطيت برضو على وش الفراخ التتبيله. تقدري تسيبها معاكي ليله كامله، تقدري تسيبها ساعتين، تقدري تسيبها 3، وقت اللي انت عايزه تسيبيها هي التتبيله قويه ان شاء الله، والفراخ هتشربها بسرعه. خلاص تمام. هنسيبها بقى كده دلوقتي معانا ساعه ولا 2، وبعد كده ان شاء الله نرجع نحطها في الفرن. لما تخرج ان شاء الله نرجع نشوف الجمال ده هيبقى عامل ازاي. نجربوا التتبيله دي بجد هتعجبكم جدا. بس كده نرجع تاني ان شاء الله بعد ما تخرج من الفرن. خلاص كده رجعت لكم تاني بعد ما خلاص انا قعدتها في التتبيله تقريبا خدت معايا ساعتين، ده الوقت اللي كان يعني متاح عندي. وبعد كده دخلتها الفرن، قعدت معايا تقريبا ساعه وربع. زي ما انتم شايفين كده الجمال ده كده، بسم الله الرحمن الرحيم. شايفين الحلاوه، شايفين اصلا لمعه الفراخ، شايفين المنظر، بسم الله ما شاء الله، بألف هنا وشفا اللي ياكل. بسم الله الرحمن الرحيم.
شايفين الجمال؟ بسم الله الرحمن الرحيم، تحفه جدا. والفراخ مستويه، عايزه اقول لكم ودايبه، بس طبعا لسه سخنه، لسه مخرجاها من الفرن. شايفين؟ بسم الله الرحمن الرحيم. اجيب بس السكينه. بسم الله الرحمن الرحيم. شايفين؟ شايفين الفراخ مستويه ازاي؟ شايفين العظمه بيضه ازاي؟ عشان السكر اللي نقعناه فيها بيسحب لنا اي دم. شايفين؟ بسم الله ما شاء الله، دايبه. بس كده، هو ده الفيديو بتاعي، يا رب يكون عجبكم. ولو عجبكم الفيديو بتاعي ما تنسونيش بلايك واشتراك في القناه وشير، واشوفكم في فيديو جديد. جربوا الفراخ المشويه في الفرن، تحفه وتتبيله خطيره.